اسكتوا يا بنات، كل حاجة جديدة في الفيديو ده. انا خلاص يعني روقت على اوضة الاطفال تروية. اوعى وشك يا معلم، خليت الشقة بقى والأوضة واو بجد. والله يا بنات بجد انا فرحانة جدا، الحمد لله اللي وصلت للنتيجة دي. ودي نتيجة راضية انا عنها، وعيلي راضيين عنها بجد، واتبسطوا جدا جدا. وان شاء الله ان نفضل قاعدين بقى فيها انا وكمان. انا بص انا شبت في الأوضة، انا حاسه اصلا ان انا موضباها ليا مش ليهم. وكمان جبت حاجات كمان ترند لسه طالعه جديد برضو، جبتها اوريها لكم لان مش لاقيه مكان في الاوضه بتاعتي، او قلت لما افضي مكان عامه هبقى اجيب الحاجه دي. بصوا اوصلوا للاخر هتلاقوا بص حاجات قنبله قنبله، كنت هموت واجيبها والحمد لله جبتها قبل ما اموت يعني. اول حاجه انا طبعا خلاص مسحت الاوضه وخليتها زي الفل، وكمان طلعت الهدوم اللي في الدولاب طبقتها، خليت كل حاجة مرصوصة كده في الدولاب. خليت مثلا الجواكت، خليت الحاجات اللي هي التقيلة اللي هي ما تنفعش اللي انا كل ما اجي اطبقها تبقى عاملة مكان قوي، برضو خدتها في حطيتها في اللهم صل على النبي في الشماعة، وعلقتها علشان خاطر يعني مش عايزة مكان على قد ما اقدر. الهدوم الشتوية معروفة ان هي بتاخد مكان جامد قوي في الدواليب، لا لما تاخدي الحاجات التقيلة وتحطيها في الشماعة وتعلقيها في الدولاب بجد بتبقى حاجة حلوة جدا. طبعا انا حطيت هدوم ضدة وهدوم كمان برضو معاذ علقتها، بس بصراحة انا ما صورتش الهدوم وما صورتش الدولاب. وحطيت كمان الملايات الجديدة اللي انا جبتها لأوضة الاطفال، برضو حطيتها في ماليات هم اختاروها يعني وانا جبتها لهم. عايزة اقول لكم عندي طقم توأم اللي هو التوينز ده وما فرشتوش، عايزه ابقى ان شاء الله افرشه بس ان شاء الله المره الجايه. ده اصلا انا داخله بيه الطقم ده، بس الصراحه الطقم غالي وحاجه نظيفه فانا مستخسراها. انا كنت عامله حسابي مثلا ان انا كنت اعمل سريرين قدام بعض بس ما حصلش نصيب. وعايزه اقول لكم على حاجه، طبعا كل العرايس اللي بتيجي تدخل مثلا او لسه جديده ولسه بتجهز نفسها، بتلاقي بقى العروسه تقولك انا هجيب مثلا اللي هو سريرين، هجيب مش عارفه ملايتين زي بعض، هجيب اللحافين زي بعض، او الطقم اللي هو اللحافين دول والملايه. فالمهم يعني انا جبت زي ما بقول لكم كده. فبس بصراحه مش حلو قوي يا بنات ان انتي تعملي حسابك على حاجه وفي الاخر تلاقي ان انتي دخلتي على حاجه تانية خالص، هو ده نصيب طبعا. المهم طبعا ما فرشتوش بصراحه واستخسرت اللي انا افرشه لانه هيبوظ على الفاضي، فقلت لا ان شاء الله مره تانية باذن الله ابقى ربنا لو سهل لي وكده عرفنا ناخد شقه اوسع من دي فيا ريت والله. خدت ما خدتش خلاص. طبعا العيال بقى يكون كبروا وكانوا بقى يبقوا كده يعني، كل واحد بقى لما العيال تكبر اكيد الواحد اكيد هيغير من حياته يعني ان شاء الله. المهم يا بنات طبعا انا عايزه اقول لكم كمان خلاص نفضت طبعا السرير وخليته زي الفل قبل ما افرش دي. وعايزه اقول لكم الحافظه ديت بتاعه المرتبه حلوه قوي قوي لما يكون عندك طفل بيبي بيسرب وهو نايم، حاجه اتدلقت مثلا عليها اي حاجه زي كده، فبجد حلوه قوي. هي اصلا كده كده جلد من جوه وقطيفه من بره خالص، وكمان ضمه كويس على المرتبه يعني مش بتتفك ولا حاجه. وعايزه اقول لكم على حاجه، الملايات اللي انا كمان جايباها دي برضو انا جايباها جديده، بس يا بنات بجد القماشه بتاعتها حلوه مش وحشه، مش اللي هي فيها ستان او فيها حرير كده، لا القماشه قطن كده وحلوه جدا. وعايزه اقول لكم بقى انا كنت مفكره ان الملايات دي هتطلع اصغر من السرير، فاهميني ازاي؟ طبعا الكوفرته دي كمان كانت بتاعت حماتي وكده، حطيتها لهم برضو، قلت ان شاء الله لحد ما اغسل البطانيه الصغيره بتاعتهم. وكمان عندي مفرش اللي هي القطيفه ديت اللي هي الدفايه دي برضو عايزه ابقى افرشها ان شاء الله معاهم. وكل حاجه بصوا عايزه اقول لكم كل حاجه اتغسلت يعني، كل حاجه اتغسلت ونشفت كمان، وان شاء الله الفيديو الجاي هتشوفوا فيديوهات تانية في الاوضه يعني. بصوا بقى البراويز اللي انا بعلقاها ديت كل شويه كانت تقع، بجد اتخنقت. طبعا هي فيها دبل فيس
الدبل فيس ده يا بنات بيقع كل شويه يتفك، فمش حلوه. في حاجات صغيره فوق السرير بالظبط اللي انا ملزقاها دي كانت كويسه ما وقعتش، لكن اللي انا لزقتهم دول تلاقيهم وقعوا كل شويه عمالين يقعوا. فاضطريت ان انا اخرم الحيطه وايه وعلقهم احسن، لان هي فيها عليه وفي نفس الوقت فيها دبل فيس. فاهمني ازاي؟ عايزه اقول لكم على حاجه كمان. انا هنا جايبه الاسامي، تمام، وجايبه كمان صور اللي هي الصغننه اللي تحت دي. شايفينها وقعت ازاي؟ طبعا دي وقعت والاولانيه وقعت، يعني الاتنين وقعوا. فاهميني ازاي؟ فعشان كده انا قلت لازم انا اخرمها. طبعا لما ابو معاذ جه بصراحه كان بره، وجي قلت له لازم تخرمها لي. الدورية والأسامي هما باللزق، بس اللزق بتاعهم من الشركة حلو، أجمل أحلى، مش بيقع. صح. شايفين بقى؟ بصوا بقى السجاده ديت، السجاده اللي انا حطاها اللي هي تحت الحافظه دي. السجاده دي صغيره، هي واخده حته برضو يعني كبيره، بس في حته صغيره باينه، تمام. فانا عايزه اللي هي السجاده تتحفظ وفي نفس الوقت يبقى شكلها احسن، واخده كل المكان متغطي. عايزه اقول لكم بقى المرايه الترند دي يا بنات جبتها وفرحت جدا بيها. طبعا المرايه دي بتاعتي اللي ما بتتكسرش، على فكره المرايه دي ما بتتكسرش خالص، طالعه ترندي قوي وحلوه وعجبتني. عايزه اقول لكم انا بعد ما جبتها على طول يعني اتبسطت جدا 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 بيها، لاني جربتها وقعتها كذا مره وما اتكسرتش. بص انا بقول لكم انا اهو والله انا هبله فرحانه بيها قوي. بس انا كنت هحطها في الاوضه بتاعتي بس ما لقيتش مكان، فقلت تمام مش مهم احطها في اوضه الاطفال. وكده كده لما انا احب ان انا البس اي حاجه اوريها لكم اكيد هتشوفوها عادي يعني برضو. طبعا انا هنا بقى ايه كانت الستاره لسه بتاعت اوضه الاطفال لسه ما تركبتش لان كانت مش نظيفه، لكن انا الفيديو ده نزلته بعد ما خرمت وبعد ما ركبت الحاجه ووضبت الاوضه بعديها بيومين عامه يعني. هنا بقى انا فاجئت عيالي همت وقلت لهم ايه رايكم؟ طبعا كانوا بره عاملين بيخبطوا وبهدلين الدنيا عشان يخشوا. بصوا فرحوا بيها جدا جدا، وبصوا حضني وعمال يقول لي يا ماما انا بحبك جدا بجد، شكرا روقتي لي السرير وروقتي لي الاوضه وشكلها بقى حلو، حطيتي لي كمان البراويز بتاعتي. وبصوا كمان عندي كمان أنا بتكلم معاها، هو أنا اللي لسه داخل. انت اللي لسه داخل. شايفين بيبصوا كمان على المرايه، ده فرحوا من المرايه اكتر ما فرحوا اصلا باي حاجه تانية في الاوضه. انا ابني ده مجنون مرايه اصلا. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه. عندي ضده بتكوشه تقول لي بص النونو الصغنن. انا عندي ابني الصغنن ده رضا هيتجنن يا بنات عشان السنه الجديده كده تبقى جايه علينا وكل حاجه نظيفه. بصوا بقى اهو شايفين الميه بتاعته عامله ازاي، تمام كده. انا عندي واحده زي دي تاني في الصاله بس هجيبها، تمام. واغسل وكمان هغسل الحته اللي قدام باب الشقه اللي هناك دي، وهغسل كمان دي كده انا برموها بالشكل ده اهو. هاتها حطها هنا اهو. دي كمان لا يا بابا عشان اعملها بالميه دي اهو. شايفين احنا كده بنبلها بس، تمام كده. وهاخد الميه بالكرور اللي هنا كرور واريال، واحط خلطه بيضه كمان في البانيو مع البتاع ده. هاخد بس منهم يجي شفشقين كده وايه. بس انا عشان عايزه راس السنه كده تبقى تيجي كده السنه الجديده تبقى حاجتي نظيفه، مع ان هما نضاف وزي الفل. حتى شايفين الورد بتاعها عامل ازاي يعني مزهزه، ولكن انا عايزه اغسله اكتر، يعني عايزه اخليه يبقى مزهزه كده احسن اهو. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه. طبعا عشان عندي في سجاد بقى، في سجاد كبير بره في الصاله فرشاه فوق الموكيت اختي دي الكبيره، تمام. بس بصراحه السجاد ده نظيف. انا بقى ان شاء الله يعني بلاش اقول الكلام ده في الحمام، ولكن ساعه ما انا اجي بقى قبل راس السنه كده بيوم هدعك بشويه اريال وشويه بتول بس مش اكتر من كده. طبعا هسيب دي تتشرب ونرجع لكم تاني بقى وانا بدعك. بصوا يا بنات انا خدت اهو شفشق بالمنظر ده وهدعك اهو. عايزه اقول لكم على حاجه. الدنيا تلج الساعه 2 بالليل دلوقتي الساعه 2، بس انا قلت ايه نعم. استني واحده بس، ارفع رجلك ارفع رجلك. بس انا عايزه ريحه الشقه كده تبقى ايه فله. انا بس بصور بايد وايه بدعك كده بايد. خلصها بقى كلها كده وارجع لكم. بصوا يا بنات ادي خلاص انا كده خلصتها اهو بالمنظر ده، خلاص خلصت ماشي وتتصفى. انا بقى هعمل دي ادعكها دلوقتي
دي بقى المشايه الطويله بتاعت الايه الطرقه عندي، خلاص طويله كده وعريضه، فانا ايه برضو هعملها، هدعكها برضو دلوقتي. هات ماشي، اخلص بقى واوريكم. دي يا بنات بقى المشايه الطويله بتاعت الطرقه. عايزه اقول لكم شايفين الشعر ده، الحاجات دي تتشال يعني ما تسيبهاش في الفرشه طول ما انتوا شغالين، لقيتوا حاجه زي كده تتشال. ادعكها بقى واخلصها وارجع لكم تاني. كده يا بنات خلاص خلصنا اهو. طبعا انا حطيت راسي كده، قوم يا ولد قوم اهو. طبعا انا كده خلاص خلصت من هنا، هطلع بقى اللي في البانيو ده واحطها هنا وادعكها بالفرشه. هي اصلا ما فيهاش حاجه بس عشان وقع عليها قبل كده لبن، فاهماني ازاي؟ كانوا العيال بيشربوا لبن على الصبح قبل ما يروحوا الحضانه فوقعت. يلا اطلعها بقى واركبها. بصوا يا بنات دي كبيره جدا على الحمام، شايفين عامله ازاي اهو. بصوا كبيره جدا، بس انا هعمل ايه بقى، انا حته حته كده هدعكها وهكمل، فاهمين ازاي؟ بس دي تقريبا مش عارفه اصور بقى فيها. بصوا بقى يا بنات انا دعكتها تمام وبقت بالشكل ده تمام كده. طبعا انا حطيت المشايه مش دي دول بقى يتصفوا، قصدي دي بس ادعكها هي واللشات التانيه ادكهم كده لان دول بساط، وانا بصراحه يعني روحي طلعت والدنيا تلج. انا بصوا ايدي كلها متلجه وجسمي كله متلج. بصوا بقى دول كده هشطفهم بس بعد ما دي تخلص الكروده، بس انا بصراحه مستخسره الكروده والصابون والاريال دول مستخسراهم. هجيب كذا حاجه كده من عندي وسخه وايه واغسلها كده ادكهم فيها وخلاص، يعني مشيات حاجات زي كده، لان بصراحه خساره دول، خساره بصراحه يترموا في الميه كده في المجاري وخلاص وتسحبوا. لا هشوف اي حاجه واعملها. بصوا يا بنات انا جبت البطانيه دي لان بصراحه كانت وسخه عندي وشايفين عامله ازاي، طبعا مليانه وساخه، فانا تحت ميتها اهي. انا بديت ادك فيها شويه بصراحه وهقدر ادك فيها كمان شويه وبعد كده هرمي الميه تمام كده. بصوا يا بنات انا طبعا عندي الموكيت دوت هغسله يا بنات. طبعا اديني غسلت اهو، غسلت كذا حاجه ماشي. انا لسه شاطفه دي دلوقتي، لسه شاطفاها يعني. الحاجات اللي هناك دي كلها ما شطفتهاش، البطانيه الكبيره والسجاجيد اللي لسه اللي هناك دي تمام. ده بقى اللي لسه شاطفاه دلوقتي. طبعا هنا بقى البانيو لسه بيتملي اهو تمام بيتملي. هخلص بس كل ده يعني، دي هشطفها كمان مره وبعد كده هشطف البطانيه بعد ما ارمي اغير الميه بتاعت البانيو تمام. وبعد كده بصراحه بقى هحطهم يتصفوا لحد الصبح. انا دلوقتي الساعه 3 بالظبط، 3 الفجر تمام كده. يخلصوا بقى يصفوا خالص بعد الفجر، ممكن انشر منهم البطانيه ودي تمام كده، او ممكن ننشرها مع بعض برضه. تعالى يا معاذ، معاذ اتزحلق تعالى فين اللي بياخد التذاكر هنا؟ ايوه خلاص هو يلا روح يا بابا العب. مش قادره انت خلاص. يلا يا حور. طلعتيهم جزامهم هنا؟ ماما لازم ياخدها. طيب خدت العرض 17 تيكت ب 150 جنيه. طب ماشي ارخص من اللي هو بيقول عليه. طب يلا استني ما تخافيش، امسكي جامد حور، امسكي جامد ما تخافيش. ما تخافيش يا حور، في ايه؟ يلا يا حور اتنططي. يلا نط يا حور. شايفين هما بينطوا ازاي؟ فاضل معانا تذكرتين، اخر مره نديهم دول كمان وخلاص كده خلصنا على كده والله. تعالي هنا يا حور، تعالي لوحدك هنا. معاذ
فضل 2 بس. ها فضل 2 وهنروح. يلا اتنطط بقى لحد ما تشبع. لا دي احسن من المكتبه. طب معلش اتنطط. انت تنطط جامد يا بابا، وايه هتدفع؟ شايفين معاذ؟ هي كانت نفسها بالكبير ده قوي، بس على فكره مش هيجرى لها حاجه. عايزه اقول لكم على حاجه النهارده، انا فرحانه جدا جدا، عملت انجاز بجد يعني معنى الكلمه. عايزه اقول لكم دي انا بص، هتشوفوا معايا كل حاجه، هتشوفوا معايا كل حاجه. طبعا العفاريت بتوعي طبعا موجودين ومجننيني طبعا. انا هنا خلاص بقى قلت لازم اقلب لهم طبعا الدولاب ده بعد يعني محايله كبيره منهم. يا ماما الدنيا ساقعه، يا ماما بنزل اصلي، يا ماما بسقع، يا ماما بتكتك. تمام. قلت لهم خلاص انا من النهارده كل يوم، بصي يا بنات، انا كل يوم اقول بكره بعده بكره بعده، ما فيش. على العموم انا رحت منزله خلاص حاجه الصيفي كلها. جبت طبعا حاجات حلوه جدا هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. عايزه اقول لكم يا بنات عسل والله، الشنط دي عسل، ريحتني كتير وخلتني يعني شالت حاجات كتير قوي قوي بجد يعني. الدولاب كله يعتبر اتلم فيها يعني. تعالوا بقى، المهم ايه، انا خلاص كده بنبتدي بقى على دخول الشتاء. طبعا الدنيا ساقعه، بس انا يعني ما كنتش عايزه من اول الشتاء تخش كده اما انا شايله على طول، لاني ساعات الجو بيقلب من الشتاء للصيف، حر شويه بتاع، فالواحد ما كانش يعني متفائل يعني. فانا قلت لا خلاص بقى طالما الشتاء دخلت كده والدنيا بدأت تتلج، فقلت لازم بقى اللي انا اشيل بقى هدوم الصيفي واحط بقى هدوم الشتوي. تعالوا بقى نجهز مع بعض كده الدولاب واوريكم بقى انا عملت ايه، وخليت هدومي منظمه ازاي، وخليت كمان اغلب الهدوم مش موجوده، يعتبر مش موجوده في الدولاب. عملتها كده زي طريقه يعني ايه، طريقه لخفه زي ما بيقولوا كده. عايز اقول لكم على حاجه، لو عايزه تخلي فعلا دولابك شيك قوي، بالذات الدولاب بتاع الاطفال او الدولاب مثلا اوضه النوم، بتبقى سهله جدا 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 وباقل التكلفه بصراحه يعني. هم شايفين بقى انا هنا عملت ازاي. عايزه اقول لكم على حاجه والله بجد يعني انجاز بجد انا عملته. طبعا بقى الحربقه طبعا يعني اخت جوزي وكده، طبعا انا عارفه اللي هي هتشوف الفيديو ده. اخت جوزي طبعا اكبر حربقه عندنا في البيت، بس مش مهم. عينيا حاضر، هجيب لك زي ما انا جبت لنفسي كل حاجه يا بنات، لازم انا اجيبها، لازم انا اجيب لها. عايزه اقول لكم على حاجه يا اخواتي، شايفين كميه الهدوم اللي عندي بجد؟ هقول لكم انا لميتهم فيه وباقل التكلفه، وحاجات تحفه تحفه جدا، وتخلي البيت جميل كمان وشيك بجد. تعالى اوريكم بقى. انا ده قعد بالظبط اسبوع علشان خاطر اللي هو يجي تمام كده. الاوردر تقريبا كان عامل حدود قولوا 500 تمام كده، هو 500 يعني كنا حاجه و400 وحاجه. انا اللي حسيت كنا مكتب جبناها صح. فكه من الصيدليه وبابا واقف جنب عربيه شويه كده. ماما انت باينه، انت ايوه صح كده. المهم معاذ بيحكي لي يقول لي يا ماما يعني انا وبابا رحنا جبناه يعني. طيب دلوقتي بقى عايزه اوريلكم، انا بصراحه لسه ما استخدمتوش، ولكن طبعا الشيف ساره عبد السلام ما بتعملش اي حاجه وخلاص، او ما يعني لما بتيجي تعلي على منتج فبتعني عن حاجه كويسه يعني، فاهماني؟ تعالى بقى اوريكم. طبعا دول بيبقوا زي كده شنط تمام. انا بصراحه فتحتها وشايفه 1 2 3 4. بصوا هو فتحتها وشفتيها كنت تسيبيها بصوا هو 6 شنط بتبقى الوان بالمنظر ده كده تمام. طبعا ده لون الكحلي، هنا البينك
هنا اللون عامل زي التركواز كده. تمام كده. اوريكم بقى بالمره. انا اقول لكم هي ليه بقت عامله 500. ليه؟ علشان كمان هي كانت 400 وحاجه ولكن دي يعني دي بتاعت اللي هي بتفوت للمطبخ وكده. ايوه ماما. ان انت ممكن مثلا تعملي تنشفي بيها اللي هو المواعين بتاعتك، البقى بتاع كده، تنشفي برضو بيها حاجات للمطبخ. بصوا شايفين اهو زي كده، شايفين بتقول له اهو باين، شايفين اهو المنظر ده. هنا طبعا جايبالك معالق واطباق، هنا جايبالك موضوع المطبخ. تمام. تعالوا بقى اوريكم. طبعا دي انا مش هفتحها دلوقتي. تمام. هي ديت كام متر اقول لكم؟ هو مش مكتوب عليها يعني، بس هي لفه. تمام كده. طيب دوري. نشوف بقى الشنط. اولا بصراحه هي حلوه جدا وكبيره يعني. بصوا بقى المنظر، هي كبيره الله اكبر عليها يعني جدا. يا ماما ينفع بس توريني؟ استنى بدل ما انا افتح دي انا عاوزه ادخل افتح جوه. التانية. نعم انا عاوزه ادخل جوه عشان اعرفه ان هي كبيره. عايز تدخل جواها؟ ايوه عشان انا دخلت ابني جواها وبنتي. وانا شايفين؟ بصوا اه طبعا انا شايفين الهدوم عندي عامله ازاي. طبعا كميه هدوم كتير جدا. طبعا انا جايباها بقالي كتير. تمام. بصوا هي بتبقى يعني فيها حته شفاف زي دي كده. بالنسبه مثلا اللي انتوا تشوفوا انتوا اللي انتوا حاطينه ده هنا ايه، ايه بطاطين بقى ولا اي حاجه ولا لحيفه ولا هدوم. تمام كده. اديكم انتوا شايفين من هنا بدل ما انتوا او مثلا عايزين حاجه معينه. تمام ماشي. عايزين ايه؟ ادخلكم؟ طب استنى احنا الاثنين هنخش في الطاقة. لا ما ينفعش. بصوا هي كبيره جدا بسم الله ما شاء الله يعني. ماما ينزل مع بابا. خليه ينزل. لا بصوا انا دلوقتي انا هشيل دلوقتي فيها. بصوا حاجات شايفين من جوه. تمام. طبعا شايفين كميه الهدوم عندي قد ايه، كتيره جدا جدا. تمام كده. بصوا يعني انا هحط فيها هدوم دلوقتي. بصوا هي عامله ازاي، شايفين كبيره قوي. بس يلا هنشوف دلوقتي هنحط ايه. والقماشه كمان بتاعتها حلوه جدا يا بنات، يعني القماشه حلوه مش وحشه يعني. تمام. بصوا كبيره وده كتير قوي يعني. بصوا انا عندي كميه هدوم يعني رهيبه رهيبه بجد يعني معنى الكلمه. شايفين؟ طبعا انا هشيل كل دلوقتي الهدوم اللي هي خلاص بقى صيفي، وهبقى خلاص برص طبعا معاكم هدوم الشتوي طبعا في الفيديو في الاول خالص. هتكون برص الهدوم اللي هي ايه الشتوي وكده. تمام. طبعا في هدوم كتير انا مش عايزاها يعني ضيفه للولاد كده، وفي هدوم كتير برضه انا بحاول ان انا بص والله يعني على قد ما بقدر. في حاجات كتير انا بقول يعني لا نخليها. في هدوم الصراحه شايلها كمان ذكرى لعيالي وكده. يعني انت مثلا لما تكبر ولا حاجه اوريها مثلا ده كان بتاعك وانت صغننه كده. بصي انا مش عارفه احط فيها يعني كل ما احط عايزه يعني انا مش فاهمه. بس ما شاء الله كبيره قوي الله اكبر حلوه جدا يعني بجد. الشركه دي عسل قوي والله. من اعلان ولا اي حاجه، مش بعمل اعلان. هي اصلا يعني غنيه عن التعريف. انا ما قلتش اسامي ولا حاجه، ولكن اصلا الشيف طه عبد السلام لما هي صراحه قالت عليها فعجبتني قوي صراحه. طبعا هشيل كمان دي ضمن اليوم برضه هشيلها فيها. بالنسبه انا مش عايزه اشوف شايفين انا ممكن عشان خاطر انا مش عايزه اشوف فيها هدوم بحط دي كده. شايفين؟ بس ممكن كمان بصوا بعد الهدوم دي كلها هكتب كمان احط برضه بطانيه دي بطريقه كده اهو. يعني البطانيه دي لو انا خدتها يعني لو انا بص على شايفين المنظر اهو. يلا انا تمام. خدتها ما خدتهاش خلاص. بصوا يا بنات بصوا برضه فاضيه يعني انا خدت فيها بس ما شاء الله. انا هحط كده بتاع الدوسه بصوا في غالبيه الحاجات انا هشيلها. انت فاهماني؟ غالبيه الحاجات انا بصراحه هشيلها. بس كده انا ممكن ما اشيلش حاجه تاني لان كده خلاص
كده كل الشورت ده كمان هشيله. خدني معاك. قلت لا يا ماشي يا بنتي بوبو خدني اهو معاك. اهو دي برضه. بابا خدني معاك. بوبو خدني معاك. ايوه بابا خدني معاك. ايوه خدني معاك يا اخي. انا بطلع. اهو شايفين كل ده خلاص. طبعا كمان دول برضه هاخدهم الحاجات اللي هي بتاعت السلطه دي. عندي معايا لما تنزل تسالي مع بابا كنت بلبسها كده خلاص كده خلصتها ولسه فاضيه يعني انا كده خلاص خلصت. دي طبعا حتى انا بصوا لسه فاضيه ازاي شايفين لسه فاضيه. لما كبيره كده بصوا ولا كبيره كبيره جدا طبعا. ولدوق قليله علينا. ايوه صح الشنطه كده. دي بصوا بقى المنظر بتاعها شايفين. طبعا انا ممكن ان انا بصوا شايفين. بصوا انا عايزه بس اعرفكم حاجه. شايفين فاضيه ازاي. شايفين حلوه قوي. طبعا ممكن بدل هدوم البيبي اللي انا حطاها دي فيها ثانيه واحده بس اوريكم. بدل هدوم البيبي اللي انا حطاها دي تمام. ممكن اللي انتوا مثلا تزحوها وتشيلوها خالص تبقى الهدوم اللي هي جواها باينه خلاص. بس انا عملت كده عشان اعرف ان هي دي الشنطه دي بتاعه هدوم البيبي خلاص كده. طيب حلوه جدا. فاي حد ممكن مثلا بيعزل اي حد مثلا في حاجه زي كده متينه خلاص. عايزه اقول لكم على حاجه. الشنط دي هايله تحفه بجد. عجبتني جدا. انا اول مره اجيبها وعجبتني جدا والله العظيم. ده مش اعلان بس بجد شالت هدوم كتير جدا. عايزه اقول لكم على حاجه. انا كده خلصت اوضه الاطفال. ان شاء الله هعمل لكم كمان فيديو بارت 2 كمان في اوضه النوم لان انا عندي برضو هدوم كتير قوي في اوضه النوم. برضو هوريكم انا هشيل فيها ايه. بس استنوني وما تنسونيش المتابعه لو وصلت لحد هنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح عايزه اقول لكم على حاجه. عندي شنط تانية ان شاء الله انا طالباها. ممكن ابقى لما تيجي برضو هوريكم الحاجات بتاعتها. يلا سلام انا كده خلصت. يلا ايه رايكم بقى. ما تنسوناش تكتبوا لي في تعالوا بقى اقول لكم احلى اكله بجد عملتها وطعمها خيال بجد يعني. عايزه اقول لكم بقى عملت كمان معاكم قبل كده الجمبري دوت. المره دي قلت انوع شويه وقلت هعمل شيش طاووق. تعالوا اقول لكم بقى بطريقه سهله جدا وجميله جدا جدا وتحفه زي بتاعت بره بالظبط تمام واحلى كمان. طيب عايزه بقى نفس المحلات وتبقي مفيش زيك وجوزك كده يفرح بيكي. اعملي زي ما بقولك كده وقلديني بالظبط او اعملي يعني الحاجات اللي انا بعملها علشان خاطر يطلع منك مظبوط والطعم جميل وما يطلعش منك اللحمه بتاعتها الناشفه بتاعت الفرخه ناشفه. ممكن تعمليها باللحمه العاديه بتاعت لا لكن انا بصراحه عملتها بالصدور البانيه او صدور الفراخ عامه يعني تمام. طبعا انا جبت هنا 4 وحدات اسمه دوت فلفل اخضر. كمان جبت فلفل احمر يعني جبت تشكيله فلفل احمر واخضر واصفر تمام كده. بس جبتهم اللي هو الصابح يعني ما يكونش حاجه بايته علشان خاطر هتلاقي يا لولو قناه لولو لو سمحت عشان يبقى معاكي علشان كمان معاكي ما يبص منك لا يبقى كل حاجه طازه. على فكرة اللي انا كنت جايبه بتاع صناعي كده بتاع سفينة فضائية بتروح الفضاء. المهم بقى فالمهم عملت ايه. بعد ما خلصتهم طبعا انا كنت اول ما بيتها الفراخ في التتبيله بتاعتها تمام عادي 7 بهارات الفراخ بتاعت بهارات الفراخ تمام. طبعا بصل بودر وتوم بودر. عايزه اقول لكم لو حطيتوا وظبطتوا كمان التشكيله هتبقى زي العسل تمام كده. وخدت بس يا دوبك كوبايه اسم دوت اللهم صل على النبي علبة زبادي اللي هي الصغيرة البلدي دي. اصغر علبة زبادي بلدي انا حطيتها برضو علشان ايه الفراخ تبقى معايا زي يعني اللي هي تبقى طرية من جوه دي تمام. طب ما تنشفش معايا قصدي يعني. عايزه اقول لكم كمان يا بنات احسن حاجه اللي انت تعملي اكل في البيت بايدك بدل ما تشتري من بره والحاجه تطلع غاليه. لان انا بصراحه عندي عيالي كذا مره يا ماما نفسنا في ده يا ماما عايزين ده يا ماما عايزين ده. بصراحه انا ما كنتش بجيبه لاني غالي على الفاضي وكمان مش هيشبع حد يعني تبقى عايزه تجيبي منه كتير عشان يشبعك. المهم تعالى بقى احكي لكم على حاجه حصلت لي زمان قوي عشان اعرفكم ان انا غلبانه والله يا اخواتي. فالمهم كنا احنا عامه احنا
7 تمام. فزمان لما كانت ماما بتنزل بقى ايام عيد وكده زي بقيت كل الامهات عامه يعني، فكنا بنروح بقى العتبه. ماما كانت تقول لي بصي انا هاخدكم انتوا كلكم ونروح نشتري من العتبه ايه بالعيال يعني كده معانا يعني. كانت تاخدنا كلنا عشان تجيب لنا الهدوم على مقاساتنا، وكمان ما كان ايه كانت بتفسحنا بالمره. فالمهم ايه عشان بس اقول لكم اللي فيه اخوات سو كده، في اخت ولا اخ كده بيبقى سو في العيله. فالمهم ايه فالمهم احنا نازلين خلاص بقى، كنا احنا 5 معاها. فكنا نازلين خلاص يعني، ركبنا توك توك ووصلنا التوك توك، قلنا له الايه يعني المترو، محطة المترو. فعلا ركبنا ووصلنا محطة المترو ونزلنا وخلاص، واحنا نازلين بقى وخلاص دفعنا التذاكر وكل حاجة. نازلين بقى احنا كده على ايه، على سلم المترو. اكتشف بقى يا اخواتي ان اختي السو الكبيره عملت معايا ايه مش هتصدقوا والله. لقيتها راحت قالت لي بقول لك ايه، اجري بسرعه. كنت انا عندي تقريبا 8 سنين واقل كمان. اجري بسرعه ايه، احجزي كرسي عشان امك تقعد عليه. قلت لها ماشي. فانا بجري بقى يعني، انا جريت وهما نازلين على السلم عشان والدتي ربنا يديها الصحه بتنزل واحده واحده، فجريت وكده. فالمهم اول ما جريت بقى يا دوبك مفيش، هي لسه بتنزل مفيش جدات 4 سلالم كده، ولقيت المترو قفل وفضل بقى ايه يبتدي اللي هو يمشي. وانا فضلت اعيط وماما فضلت تعيط وتجري. طبعا بسم الله ما شاء الله هي مليانه، ربنا يا رب يشفيها ويحفظها يا رب. فكانت عماله تقول له استنى يا اسطى، وتجري يعني ورا المترو وماشي، مفكره المترو مثلا ايه عربيه عادي، ان هي مثلا هتقول له مثلا اقف يا اسطى فهيقف. فالمهم اليوم ده يا اخواتي والله العظيم يوم كان مضحك جدا، ويوم كان صعب عليا، كنت انا اول مره اتوه يعني. فكنت عماله بقى بعيط في المترو كده، لقيت بقى شباب كتير، طب ايه دي، طب فين ماما، طب هي دي مامتك، ايوه. طبعا اختي الكبيره بقى السو بتقول لي ايه، طب انزلي المحطه الجايه، انزلي المحطه الجايه. وفعلا نزلت المحطه الجايه. طبعا الشباب كانوا عاملين بيتخانقوا معايا، قصدي مع واحده يعني. كانت الست دي انا صعبت عليها، عايزه تاخدني وتوديني لوالدتي تنزل المحطه الجايه، والشباب نفس النظام عايزه برضو تنزلني تنزل معايا المحطه الجايه. فالست خايفه اصلا اللي هما ياخدوني، انتوا فاهميني. فالمهم ايه اللي حصل، المهم اكتشفت يعني بعد ما وصلت لماما اكتشفت لي مفيش حاجه اسمها للمترو. طبعا انا كنت عماله اقول لها ازاي سبتيني والمترو مشي وبتاع وكده. فاكتشفت ان المترو ما ينفعش يعني، هو مشي خلاص ما ينفعش يقف، هو مش عربيه او توك توك هو. يا جماعه لازم في حاجه سو كده، او في واحده سو تطلع في الموضوع او تطلع في العيله عامه. لازم ما ينفعش واحده ما تطلعش وحشه ما بين الاخوات او سو. دايما دي كانت تعمل معايا الالغاز دي برضو زمان. زمان برضو كنا برضو رايحين مصيف كلنا مع بعضينا كده. فايه اللي حصل، فكنا احنا بقى كلنا بقى كان بابا واخواتي والكلام ده كله. فاختي الكبيره دي برضو بصي ما بتعلمش الادب والله. فاختي الكبيره دي مره جت قالت لي احنا كلنا في المصيف، قالت لي بقول لك ايه تعالي بس اما اقول لك، روحي عند عمو اللي بره اللي هناك ده وريحه ايه هاتي منه حاجه ساقعه وبتاع وكيكه وكده يعني. فقلت لها ماشي. قالت لي وانا هجيب لك طوق. قلت لها ماشي، وفعلا صح. فانا سمعت كلامها، خدت الفلوس وطلعت فعلا بره الشاطئ خالص. كنا لسه يعني كنا في اسكندريه وكده. فطلعت بره الشاطئ خالص على اساس ان انا اجيب كده. اتاري اللي بيخرج اصلا فمش هينفع يدخل تاني الا لما ايه مش عارفه يعني في نظام كده. فانا ما كنتش ايه عارفه بقى. فانا بعد ما خرجت ما عرفتش ادخل تاني، لقيت بقى شواطئ كتير وتهت وكده، وفضلت اعيط وفضلت بقى اقول لهم اسمي بالكامل، وماما كانت جوه هنا وكده يعني. وفي الاخر وصلت لهم بالعافيه. فيا جماعه ما حدش يسمع كله هيتشال. تعالوا بقى اوريكم احنا جبنا ايه. طبعا جبنا جاتوه طبعا عشان راس السنه، وطبعا دي الحلويات والحاجات من عند الراجل بتاع السوداني اهو شايفين. طبعا احنا بنحط دلوقتي بقى ايه الحاجات.
هنعمل كله دلوقتي. انا عامله لهم عصير موز على فراوله تمام باللبن. طب استنى يا معاذ بقى. طبعا احنا لسه فاضل 4 دقايق بس على الايه، على الساعه 12 اهي، عشان تبقى ايه بدايه السنه الجديده ان شاء الله. طبعا نشيل دي. بصوا انا يعني انا والله العظيم انا حاربه وحوش بس عشان يجوا ياكلوا الحاجات دي. طيب استنى بقى يا معاذ لو سمحت. معلش يا ما تعجبش تتلم شويه. نطلع الجاتوه دلوقتي اهو. ايوه وكمان جايبه لهم رشاش كمان. وسع كده يا معاذ عشان اشوف. جايبه لهم رشاش تلج كمان عشان تبقى بدايه سنه جديده ان شاء الله. يعني بص بقى مالكوش بقى مهيصاهم ابو معاذ النهارده مهيصنا السنه دي. خد اجري ارميه في الباسكت. يلا الباسكت جنبك اهو. يلا بس انا عاوزه الشاشه التلج الاول. ماشي، ما احنا الاول نحط الحاجه وسع كده عشان الناس تشوفنا اهو. الله الله. بص استنى خليه يشوف. استنى شوف شايفين الجاتوه شكله عامل ازاي. وسع يا معاذ كده. شايفين الاشكال الجميله. ناكل استنوا. بص انا حرماهم خلاص كده. الساعه ايه اهي. بص قربت بس ثانيه واحده بس. تعالى اوريكم الساعه اهو. شايفين الساعه كام اهو كده 12 دقيقه. فاهميني كده اهو لسه اهو. بس هي يا دودي انا حارمه العيال اصلا. بصي يعني انا حارمه حاسه ان انا حارمه مش فاهمه ليه. محدش ياكل حاجه. انا بقول لكم اهو محدش ياكل حاجه. انا هاكل هياكل حاجه هاكل ايديه بس. يلا لا شاشه التلج جوه. لا لسه يا بنتي استني. شوفوا انا عماله مستعجله. طبعا اهو. وايه تاني اهو بالمنظر ده كده اهو. هنرص بس كده الحاجه الاول. استني يا دوده ممكن تدوقي يا هتدوقي كل حاجه. ايه يا معاذ ثانيه واحده بقى يا لولو بقى. وايديك احنا كل طبق هنحط فيه ايه 2. انتوا فاهميني اهو. عايزه اقول لكم على حاجه. الجاتوه يا ولاد بسم الله ما شاء الله عسل بجد. هاتي رشاش يا ولد. لا كده هزعل منك. هات خدي من ده بالباسكت. لا ما تقربوش يا بابا عشان الاكل. شوف بقى عشان انا زعلانه لك هزعل كده زي شايفين. بص الرشاش كمان. لا ده انا مظبطاه. ابعد بقى شويه كده. احنا خلاص حطينا الايه. خد يا لولو انزل. لسه مش هتكلم تاني. يلا انزلوا بقى. تعالوا بقى كده خلاص هنفضي بقى الايه. طبعا انا خلاص فضيت اهو اللب الابيض. فضيت كمان السوداني. طبعا خلاص دول ده اللب الابيض. الساعه كده معايا بسرعه عشان الساعه هتدق دلوقتي. امسك بسرعه الشنطه دي يلا. ده ايه اهو. ده اللب الابيض اللب السوبر. شايفين
طبعا هوريكم كل حاجه دلوقتي. طبعا هنجيب الحلويات دلوقتي. طبعا انا معليش تاني ثانيه واحده، هجيب طبق واجي. يلا يا جماعه بصوا انا كده خلاص خلصت. ثانيه واحده بس اوريكم. حلوية. طب بصي بطل خلاص احنا كده خلصنا. سامعين بتضرب الساعة 12 دلوقتي، ابتدائي سنة جديدة ان شاء الله. ماما بابا شايفين؟ يا ماما بابا جاي. بابا جاي. خلاص كل عام وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. كده بتعد بقى 12 دقة. خلاص كده دقت 12 دقة بالظبط. سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. كده انتهى الوقت ان شاء الله. لا يلا شايفين بقى، يلا كل سنة وانتم طيبين. يلا تاني يلا تاني، تعالوا هنا تعالوا هنا. ايه قول يلا كل سنة وانتم طيبين، قول لكم كل سنة وانتم طيبين. يلا قولوا كتير. يلا مع الف سلامة بقى. شايفين؟ لا لا خلاص بقى، خلاص كفاية. شايفين منظرنا بقى عامل ازاي؟ طب استنى طب استنى. شايفين منظرنا عامل ازاي؟ حتى النون الصغنن. يلا كل عام وانتم طيبين. ان شاء الله باذن الله سنة سعيدة عليكم. ويا رب كده اللي محققش السنة دي اي حاجة هو بيتمناها يحققها السنة الجاية ان شاء الله. يلا كل عام وانتم طيبين. مع الف سلامة. يلا قولوا باي باي. يلا يلا طب هعمل لكم تاني. يلا كلوا قولوا باي باي، ما تنسوش ايه؟ ما تنسوش اللايك والقناة. تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا. يلا قولي قولي ما تنسوش الايه؟ اللايك والقناة. باي باي. يلا يا لولو. خلاص انا زعلانه منك، خلاص امشي بقى. هو زعلان عاوز يعمل كتير. طب تعالى 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 اعمل لك دماغك. قرب قرب. شايفين دماغك؟ تعالي تعالي. طب ايه بصي شايفين ان انا عامله ازاي؟ ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا معاذ. لو انتوا بتحبوني اعملوا لايك عشان اطلع اتكلم معاكم تاني. والله العظيم انا طلعت الكنز اللي عندي ده، كنز والله. بصوا يعني مره حبه كده من عند حماتي، حبه كنز من عند ماما. فيعني ايه، بص النيش عندي ده انا لما فالمهم يا اخواتي معلش بقى عشان كانت العيال بتضرب بعض وكده. الحمد لله ابو معاذ يعني قبل ما ينزل يروح الشغل لازم لازم معاذ وحور يشبطوا فيه، بس الحمد لله يعني. المهم يا اخواتي انا هنا خلاص بقى بعد الفجر قلت ان انا اخلص الحاجه دي قبل الفجر ب3-4 ساعات. عايزه اقول لكم على حاجه يا اخواتي، والله العظيم قعدت لحد بعد الفجر. انا دلوقتي الساعه تقريبا 8 تمام. ابو معاذ نزل رايح الشغل اهو، وانا بقى قاعده قلت منتج الفيديو وانزل لكم الفيديو دوت. عايزه اقول لكم على حاجه بجد، الحمد لله كنت من ساعه ما انا بعت النيش وانا سايبه الصيني عندي والازاز كله في الكراتين، حتى ما عملتش اي حاجه. وحبيت ان انا اجيب تاني نيش، بس لقيت النيش هيجي لا انا عايزه المكان عندي يبقى واسع، لاني بصراحه من ساعه ما انا بعت النيش حسيت كده لا ان كده في راحه يعني. المهم يا اخواتي طبعا حطيته بقى الصيني وحطيت الازاز في البوفيه عندي. هو طبعا بصراحه يعني البوفيه دوت
انا يعني كان بتاع حماتي وكده، وانا خدته منها لاني عجبني قوي موضوع اللي هو متين، الحمد لله الله اكبر يعني. هو وكذا حاجه كده خدتهم منها يعني، فعجبني. المهم يا اخواتي، عايزه اقول لكم على حاجه بقى. طبعا انا عيالي هنا ما كانش اصلا سايبيني. عايزه اقول لكم كمان وانا بنزل حاجات صيني علشان او الازاز علشان خاطر اللي انا بيع النيش والسفره وكده. بصراحه اتكسر مني حاجات كتير جدا جدا، وزعلت عليها وندمت عليها. طبعا انا عندي هنا طقمين عائلي، طقم بتاع تومي وجيلي ده بتاع صراحة بتاع حماتي، وطقم تاني برضو مش تومي وجيلي ولا حاجة، بس قديم زي تومي وجيلي ده انا واخداه من ماما. عايزة اقول لكم الحاجات دي بتبقى صيني صيني يعني، مش اي، لا مش ما فيهاش غش، لا صيني، اللي هو الصيني بقى بتاع زمان يعني. لو في امهات بتسمع الفيديو ده اكيد هتقول الكلام ده وهتأكد على كلامي. اللي تومي وجيلي ده روميو وجولييت، معلش، روميو وجولييت ده صيني، اللي هو صيني مفهوش يعني، ما مش مختلط باي حاجه تانية. فعايزه اقول لكم على حاجه، روميو وجولييت ده حاجه تحفه. بص يعني انا بموت فيه بصراحه بطريقه رهيبه. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، ان روميو وجولييت دوت حاجه حلوه جدا يعني. حتى لما حماتي انا قلت لها يا ماما لو انتي مش عايزاه ادوني، قالت لي مش عايزاه اصلا وانا عندي كذا طقم منه، فانتي خدي دوت. بصراحه اتكسر مني حاجات كتير قوي، وانا كمان دلوقتي بشيله من الكراتين، اتكسر برضو مني حاجات. عايزه اقول لكم ندمت عليها، بس انا مش عايزه ابو معاذ يشوفها، عشان ابو معاذ لو شافها هيندم. بس يا رب ما يسمع الفيديو ده طبعا. عايزه اقول لكم على حاجه، بصوا الازاز ده كمان في اللي هو زي حاجات كده مش نقشه، لا اللي هي معموله كده. هوريهولكوا على معامله زي المضلعات كده، بس شيك قوي 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 بصراحه. طبعا انا عندي كاسات هنا. حماتي كانت في البحرين وكده، كانت جايبه طقم كاسات تحفه. يا ريتني كنت وريته، مش عارفه انا وريته هنا ولا لا، بس عايزه اقول لكم طقم الكاسات ده هايل بطريقه رهيبه، تحفه جدا. علشان كده بجد اول ما عجبني الموضوع الصيني دوت، الطقم الصيني ده، ما رحت عند حماتي وعرفت مره ان هي عندها كذا طقم وكده، فقلت لها لو سمحتي يا ماما ممكن اخد منك الطقم ده، لو انت مش يعني انت عندك كذا واحد خلاص اوكي، لو ما عندكيش. قالت لا انا عندي اصلا كتير، فيا ريت عايزه تاخدي واحد خدي. فبصراحه عايزه اقول لكم على حاجه، حلو جدا بطريقه رهيبه. فالمهم يا اخواتي، طبعا كسر مني كتير قوي وندمت عليه، بس مش مهم. طبعا لما ربنا ان شاء الله يسهل لي وكده ممكن اجيب نيش وسفرة يعني، لو ربنا سهل لي ان شاء الله. يعني بقى لو ربنا ما قصرش معايا الموضوع، او يعني ما بقاش معايا خلاص مش مهم والله، وهفضل حاطاه كده في البوفيه مش مهم. المهم يا اخواتي، عايزه كمان اقول لكم على حاجه. قعدت اكتر من 3-4 ساعات بعمل فعلا في الطقم ده، خايفه الطقمه الصيني تتكسر، خايفه الازاز كمان يتكسر. عايزه اقول لكم كمان الكاسات اللي هي الطقم الكاسات، يعني طقم الكاسات بالشفشق بتاعها. عايزه اقول لكم حماتي كانت جايباه من بره، تحفه تحفه تحفه. بصوا انا بوريكم، بس انا طلعت ايه، ولسه في تاني يعني، لسه كمان في تاني. عايزه اقول لكم على حاجه، ليه انا ما جبتش اللي هو الصيني بتاع المصر وكده، مصر يعني، لا ما حبيتش يعني. يمكن انا كان على ايامي الصيني اللي هو روميو وجولييت ده. روميو وجولييت ده عايز اقول لكم على حاجه، ده قديم، ده من ايام والدتي يعني، انتوا فاهميني. وانا كنت ممكن عادي اجيب مثلا زي اخواتي واجيب زي اصحابي اللي هو بقى الصيني مش عارفه ايه. هو ده الازاز اللي بقول لكم عليه، شايفين المنظر، شايفين الضلعات من تحت دي، المضلعات دي عسل يا اخواتي، قمر، عامله زي اللي هي قشره السمكه كده، ولكن هي مش قشره سمكه ولا حاجه. المهم فانا عجبني اول موضوع اللي انا اخد من والدتي واخد من حماتي، وهدي تبقى ذكرى يعني، انتوا فاهميني. حماتي بتفرح جدا 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 لما تلاقيني تيجي عندي وتلاقيني اللي انا بقى ايه،
آه يعني بقدم لها في اكل ولا اي حاجه زي كده، فبتفرح بصراحه. ربنا يا رب يبارك في عمرها. المهم يا اخواتي، فهنا بقى عماله بقى اعمل واشيل، وخايفه طبعا حاجه تتكسر، وحاجات كتير اتكسرت، ازاز وكاسات وكده. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بسمع ان موضوع النيش ده قديم. يعني يا ايه ده، نيش في البيت تاني لحد دلوقتي؟ في ناس عرايس بتعمل نيش؟ اه في، مش كله طبعا بس في. وفي ناس بتعمل زي ما انا بعمل كده، عرايس برضو بيعملوا زي بوفيه كده. مثلا في اوضه السفره، بتقولوا بدل البوفيه، اسمه دوت النيش، اعملوه لي بوفيه. يكون منظره يعني حلو. تمام. طبعا كده كده في بوفيه بيجي مع النيش والسفره، خلاص كده. ولكن عايزه اقول لكم ممكن تعمل كمان بوفيه تاني، وممكن كمان النيش اللي هو الضرفه الواحده، اللي هو الصغنون ده المقطقط ده، اللي هو كله ازاز في ازاز. انتوا فاهميني؟ طبعا عايزه اقول لكم في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده، وفي ناس بتعمل زي ما انا بعمل كده او زي ما انا عملت كده يعني. لكن اول ما انا دخلت بصراحه عملت نيش بصراحه يعني. فعشان كده كان النيش عندي كان لا ده تحفه اثريه، ما حدش يجي جنبه. اوعى، انت عايز ايه؟ نعم. اسمه دوت فنجان، لا 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 لا، ما تجيش جنبه. عاوز ايه؟ طبق، لا كده يعني. فالحاجات دي كنت دايما بعملها. انت كنت بتفتحيه وتجيبي منه اطباق صغيرة كده صيني عشان تحطي فيهم رز بلبن. اهو سمعتوا يعني اهو. تعالى تعالى خد اقول لك، تعالى اقول لهم بقى اعملوا ايه. اعملوا لايك. ايوه كده، اعملوا لايك. المهم انا كنت بخليك تجيب حاجه من النيش يا لولو. لا، شفت بقى؟ اهو لولو حتى قال لا، عشان كنت بخاف على النيش. كنت تخاف افتح النيش واجيب اطباق صيني ليه؟ عشان بتتكسر مني، عشان كذا كوباية اتكسرت مني. ايوه صح، شفتوا؟ سمعتوا اهو. اهو ادي الدليل اهو، عشان اقول لكم بس اللي انا. يلا الحمد لله. فالمهم يا اخواتي، بس اقول لك على حاجه يا معاذ، خد اقول لك. مين؟ تعالى اقول لك. نعم. مين بقى ساعد ماما في اخر حاجه واحنا بنشيل بقى؟ مين؟ انا انت ومين؟ انا ضد. انت وضد ده؟ شاطر، سامعين؟ طب اقول لك على حاجه كده احسن، تعالى خد رايك. كده احسن ولا لما نعمل نحطه في النيش احسن؟ يعني نحطه هنا كده ونحافظ عليه هنا، ولا نعمله النيش كده زي ما هو كان محطوط، نجيب نيش ونحطه فيه؟ لا، انهي الاحسن؟ البوفيه. البوفيه. البوفيه احسن. اه ليه بقى؟ كده عشان ليه دولاب والنيش ما كانش واخد كله كان واخد كله، وكان شكله وحش، واحنا بعناه وجبنا وخلينا البوفيه هو اللي ياخد. اه يعني انت كنت حابب اللي هو البوفيه عشان البوفيه جامد يعني، متين، صح؟ والنيش هو اللي مش قد كده، علشان ليه بقى؟ عشان خاطر النيش. عشان الشقة النيش. تعالى هنا اتكلم. عشان احنا عايزين ايه الشقة تكون واسعة، بعد النيش والسفرة حطيها مكانها الكنبة و وايه تاني والشباك اتفتح بتاع اللي كان ورا النيش. والحاجات اللي كانت جوه النيش شلناها فالنيش اتباع، وبعدين حطينا ايه بقى، حطينا حاجات دي في البوفيه. صح كده. كده احنا خلاص خلصنا. احب اقول لكم بقى يلا سلام عليكم. دول طبعا هحطهم في ظرفة تانية. بصوا يا بنات، انا يمكن بقالي اسبوع ولا اسبوعين ما دعكتش يعني الحمام، يعني ما دعكتش الحيطة، ما دعكتش البانيو. ما عملتش فيهم حاجة. ممكن مثلا التواليت ممكن يكون عملته كتير قوي، لكن الحيطة بتاعت الحمام نفسه ده اللي انا ما دعكتهوش. السيراميك من فوق، يعني السيراميك من فوق كده في سواد ما بين السيراميكا والسيراميكا، تلاقي كده في الزيق الابيض ده، بتلاقي نفسه فيه سواد. تمام. طبعا ده عفونة مثلا من الحرارة بتاعت السخونية بتاعت المية، من البخار، من بعد كده بعد ما تخلصي الشاور تفتحي الشباك بتهوي مثلا الحمام، فتلاقي كل دوت الهوا مع البخار ممكن، او الهوا مع البخار بتاع المية. طبعا البخار ده بينزل على الحيطة،
تمام. بيعمل ايه؟ بيعمل زي سواد كده، فمنظره بيبقى وحش قوي. اكيد انتوا عندكم كده، واكيد جربتوا انتوا المواضيع دي يعني، او اكيد جربتوها. بصوا اهو، شايفين المنظر فوق عامل ازاي؟ فمش عاجبني بصراحة يعني. تحت جميل وزي الفل، وفوق هو اللي مش حلو. انا اللي فوق البانيو هو اللي اكتر يعني، اللي فوق البانيو اللي فوق خالص اللي هي تحت السقف هو ده الاكتر يعني. فشايفين المنظر عامل ازاي؟ تمام. طبعا اسهل حاجة، بصوا بقى يا جماعة يعني، بصراحة اسهل حاجة تدعكي بيها الحمام اللي انتي مش طايلاه فوق، اللي هو السيراميك يعني، تعمليه بالمقشة. بصوا على فكرة برضو المقشة بتبقى خشنة وهتدعك يعني، هتدعك معاكي وتشيل كمان الوساخة اللي ما بين السيراميك، اللي ما بين السيراميكا والسيراميكا، اللي هو ما بين الحز اللي هو الابيض ده. تمام. شايفين هنا المنظر عامل ازاي؟ طبعا هنا انا فتحت الدولاب بتاع الحمام، بحط بس فيه الحاجات اللي انا اشيلها او احافظ عليها عشان ما يجيش عليها ميه. شايفين الصابون عامل ازاي؟ طبعا انا حطيت شويه اريال على، وعلى كمان شويه فيليك صغيره قوي يعني. معلش يا جماعه والله يعني غصب عني ما نمتش بس من امبارح، لان انا طبعا يعني اول ما وديت عيالي الحضانه وكده، انا عندي ابني الكبير هو اللي بيروح الحضانه، وبنتي الصغيره لسه ما راحتش حضانه لان عندها 2 و9 شهور و7 شهور. قولوا لي بقى لو تنفع تروح حضانه دلوقتي؟ اكيد في امهات كتير بتكلمني، اكيد امهات كتير بتشوفني، اكيد امهات كتير مشتركة في قناتي، فياريت تشوروا عليا يعني. لو عيلة عندها 2 و7 شهور، هل يا ترى تنفع تروح حضانة ولا لا؟ لاني اخوها الكبير عنده 4 سنين وانا وديته الحضانة. تمام. فانا هستنى اللي هي تروح الحضانة وهي عندها 4 سنين، ولا هي مثلا تروح الحضانة في السن دوت؟ انا بصراحة مش عارفة. تمام. دي اول حاجة بقى. هنا بصوا، شفتوا مش بقولكوا ان المقشة سهلة جدا 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 جدا؟ بصراحة سهلة جدا. عايزة اقول لكم كمان على حاجة، الحيطة اللي بص انا باينة فيها دي، انا دعكاها اصلا. بصوا انا دعكاها اول حاجة دعكتها، وبعد كده بصوا انا بعيد عليها تاني مش عشان ايه؟ ادلق بقى مية. طبعا متلاقوش انا ما عنديش كهرباء غير فوق الحوض بس يعني، ما فيش كهرباء خالص غير فوق الحوض. لو حد عنده فيش كهرباء مثلا جنب الشباك، فما يعملش الحركة بتاعتي دي اللي هي بالشفشة كده، لا ما يعملش الحركة دي. يبقى حريص اللي اما يحط حتة قماشة على المقشة ويمسح السيراميك. تمام. يبقى حتة القماشة مبلولة ويمسحها. تمام. بصوا بقى هنا السيراميك عامل زي ايه؟ زي المراية كده، مبيناني انا شخصيا يعني، حتى وانا واقفة بص تلاقيني باينة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شايفين الشباك لما دعكته كان بصراحة منظره يقرف. هنا بقى ورا الباب شايفين هنا، بصوا انا بدعك ازاي. هنا برضو مفيش كهرباء. شايفين الصابون يا جماعة؟ بجد المقشة اول مرة استخدمها بجد وطلعت هايلة هايلة. لا انا بعد كده يا احلى صباح عليكم، جمعة مباركة عليكم وعلى حبايبكم ان شاء الله. تعالوا بقى اقول لكم نشاط النهاردة واليوم بتاعي النهاردة من اول اليوم. تعالوا نبدأ كده بس اليوم مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى بصوا، انا دلوقتي من ساعة ما انا بعت النيش والسفرة عندي، وانا بصراحة الشقة عندي فاضية معظمها، فانا مش عارفة اعمل ايه بصراحة. فانا طلعت الصالون من الأوضة جوه، تمام، ورحت مطلعاه بره في الصاله زي ما انتوا شايفين كده. وعملت كمان ايه؟ عملت كمان طلعت ال الايات القرانيه اللي انا كنت معلقاها جوه في اوضه الصالون، او اللي كان فيها اللي كان فيها الصالون يعني. فانا رحت مطلعاه، طبعا في براويز تانية جوه بس انا بصراحه مطلعتهاش. تعالوا بقى انا هقول لكم انا عملت ايه دلوقتي. خلاص يعني دوبك ايه لو في اي تراب على الحيطه اي حاجه بقى، عنكبوت اي حاجه، ما انا معنديش الحمد لله عنكبوت، بس برضو بنضفت كده الحيطه كويس جدا. وبعد كده بطلع بقى، طلعت اللي انا اشوف بس كده، اشوف بصوا البرواز اللي معايا مكتوب عليه يا رب بارك في هذا البيت. تمام.
شايفينه منظره حلو جدا وشكله حلو. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، انا لما غيرت النظام وخليت مثلا الصالون بره مكان الصاله، لما كان في الصاله يعني مطرح السفره والنيش، بصراحه يعني خلى منظر حلو وكل حاجه. طالما انا ما عنديش السفره فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. طبعا طالما طبعا ان شاء الله ربنا يوسع علينا ان شاء الله ونشتري حاجات احسن منها باذن الله. عايزاكم بقى كده تتابعوني وتكتبوا لي كومنت حلو، اعملوا لي لايك جميل علشان خاطر يوصلكوا كل جديد مني. كمان ما تنسوش زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني يا اخواتي، احلى اخوات في الدنيا. شجعوني كده بقى، ويا ريت بقى تقولوا لي ايه النظام وايه الحلاوه اللي انا يعني ايه رايكم يعني في الشكل، يعني يا ريت تقولوا لي كده. يعني قولوا لي بقى ايه رايكم كده، احلى ولا لما كان ما فيش مثلا صالون؟ انا كنت الاول فرشه كده، فرشه في الارض وخلاص على كده، ولكن حبيت اطلع الصالون بره عشان يبقى منظر احلى، وعشان خاطر اي حد يجي يقعد مثلا عليه وكده بدل ما يدخل الاوضه جوه ويعدي على الصاله والصاله تبقى فاضيه تمام كده. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، الصاله فيها التلفزيون، والتلفزيون اصلا دوت معروف ان بيبقى فيه قاعده، في ناس عايزه تقعد. طب هتقعد على ايه يعني؟ انا كنت بقعد على الارض بصراحه، وساعات لما كانت السفرة موجودة كنا بنقعد على السفرة، على كراسي السفرة، ما كانتش هتقول لنا اي حاجة. بس الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل. طبعا الحاجة دي اتباعت طبعا عشان خاطر الواحد كان مزنوق، بس الحمد لله ربنا يا رب ما يعودها تاني علينا ابدا، ويفك كل يعني زنقة محتاج يا رب يا رب. المهم يا اخواتي تعالوا اقول لكم بقى كده، انا خلاص مسحت وقلت بقى افرش، لان طبعا انا كنت سايبه المنظر على كده مش فرشه اي حاجه، لان بتبقى الدنيا حر جدا وتبقى عندي كمان مفيش نفس خالص في البيت. فقلت لا. لقيت بقى ابو معاذ فضل يقول لي الواحد مش عارف يقعد، مش عارف يمشي، الكلام ده كله لازم تفرشي كده يعني. قلت لهم خلاص تمام ماشي. حتى عيالي يقولوا لي لسه على العموم، وعيالي عامه يعني بيحبوا اللي هم مثلا يناموا في الارض بتاع. انا بصراحه لما بحط السجاد بحس ان انا حبايب قلبي عاملين ايه، يا رب تكونوا كويسين. تعالوا بقى بصوا، عشان ايه اهل جوزي طبوا عليا يا اخواتي، مش عارفه اعمل لهم ايه بصراحه، فقلت اعمل لهم الايه الجوافه دي مع بعض انا وانتوا كده. شايفين نقطع بالتقطيع ده، لان بصراحه طبوا عليا، والجوافه الحمد لله مجمده اصلا في التلاجة. ماشي اهو، مش عارفه اعمل ايه، وبرغم ان انا قلت لهم رنوا عليا قبل ما تيجوا، اعمل ايه؟ يلا بقى نصيب. عايزين يعرفوا بقى انا نضيفه ولا لا، ولا هيبقى عندي حاجه ولا لا حلوه كده اشربها لهم ولا ايه. لا ده انا شاطره قوي اهو. شايفين لازم دي نحطها كده للاحتياطي كده، حاجه في التلاجة، هي حاجه موجوده في التلاجة. حد طب ماشي، محدش طب اعملها لعيالك يختوا يشربوا وتدلعوا كده. يعني الجيش بيقول يتصرف، بدل ما انا انزل اجيب حاجه ساقعه العيال ما عنديش حد ماشي، مفيش غير انا بس وابو معاذ، فمش مش هعرف اقوله، مش هعرف اقوله انزل، مش هينفع. انتوا فاهميني؟ فدي اسهل طريقه ايه تطلعي اي فاكهه انت مخزناها في التلاجة وتعملها لهم، تريحي نفسك يا اختي، بدل ما انت عماله تقولي ايه اجيب منين، طب مفيش حد دلوقتي، ده الناس بتقفل بدري. لا انت كده على طول اهو تكوني جاهزه بمعداتك وبحاجاتك ايه اهو، عشان يقولوا اللي انت عليكي ست بيت شاطر، مفيش منك اتنين اهو. انا حماتي دايما تقولي ايه تشاطر يا ام معاذ اهو. شايفين لازم نقطعها كده صغير بالطريقه دي. ليه؟ عشان انا بصراحه يا اخواتي ما عنديش خلاط، عندي الهاند بريندر. نشتغل الهاند بريندر مش هيقول لنا لا. بصوا كله كده بالقشر بالبذر بتاعه بكله. شايفين البذر بتاعه اهو، البذر بتاعه اهو
هيتصفى، كله هيتصفى يبقى زي الفل، مش هيحصل اي حاجه. هتشوفوا دلوقتي في الاخر ايه اللي هيحصل اهوت. اقطعها بقى واجيلتك دلوقتي بقى كده. خلاص خلصنا. يبقى طبعا السكر نحطها في ايس كريم. تمام. هنجيب اللبن بتاعنا الجميل ده 2 كيلو لبن يا اخواتي، شايفين بالقشطه بتاعته اهو. تمام كده. تعالوا بقى نضرب مع بعض. شايفين بقى بصوا، انا مش هضرب، انا مش هعمل حاجه غير لا اضرب بس. بصوا يا اخواتي، انا جبت دي رشه فانيليا اهي، رشه صغيره بس عشان ايه، رشه صغيره. اضربه بقى كده وارجع له. كده خلاص خلصنا. شايفين المنظر ده اهو. خدتش معايا وقت ولا اي حاجه خالص اهو. حلوه وتقيله مش وحشه. بسم الله ما شاء الله. وعمل كمان كتير قوي، عملت كتير اهو بالمنظر ده كده اهو. معلش بقى يا اخواتي عشان ايه، الصغنون كان بيعيط فروحت جبته. معلش يا مالك، ليه مزعلك؟ بسم الله عليك يا اخوي. احنا كده خلاص خلصنا العصير. شايفين طبعا ازازه مليانه والطبق لسه فيه كتير اهوت. وادي العصير الجميل شايفينه، اسهل عصير بسرعه كده وما خدش مننا اي وقت. يلا سلام عليكم.